بصوا بقى كده وشوفوا الجمال. الفراخ المشوية، فراخ الشيش المشوية اللي بالعظم دايبة دوب، بصوا مستوية كويس جدا بتتبيلة مميزة، والريحة قلب الدنيا. بصوا واخدة كده اللون الشوي الجميل من الناحيتين. طبعا تقدري كمان تعمليها فرخة كاملة على بعضها بنفس التتبيلة ونفس طريقة التسوية. تعالوا كده نشوفوا عملناها ازاي. احلى فراخ مشوية تقدري تاكليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية، فراخ الشيش اللي هي بالعظم المشوية بتتبيلة مميزة. تعالوا كده الأول نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نشوف كده التتبيلة المميزة. معايا طماطمايه وبصلايه كده كبار، ضربتهم في الكبه وابتديت حطيت عليهم معلقه صغيره من عسل النحل. لو ما عندكيش هتحطي معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الزيت، ومعلقه كبيره من الخل، نص كوبايه صغيره من الحليب اللي هو اللبن، او معلقتين كبار من الزبادي، ومعلقه كبيره من الصويا صوص. نيجي بقى لشويه البهارات اللي احنا هنحطها. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ربع معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، ما تكتريش عن ربع معلقة، معلقة كبيرة من الزعتر، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعايا نص معلقة صغيرة من السماق المطحون، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة كده بقى مليانة من الكاري، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، معلقة مليانة. لو الطماطم مش حمرة معاكي قوي ممكن تحطي معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من الروزماري، ومعايا كده فص توم مهروس، يعني هنقول معلقة صغيرة من التوم المهروس. هنقلب كل الكلام ده كده، بقى معانا تتبيلة ممتازة جدا نقدر نشوي بيها فرخة كاملة، او زي ما احنا هنعمل الفراخ الشيش المشوية اللي هي قطع بالعظم. بس لو اول مرة تشاهدي القناة اضغطي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. أنا من فرخة وربع عملت 20 قطعة من الفراخ، من فرخة وربع. خلاص بمسك كده الصدر بقطعه على 5 قطع. بصي القطعة زي ما انتي شايفاها كده، ببتدي ان انا اقطعها على 5. اما الورك بقطعه على 3، الدبوس كده لوحده، والفخدة الباقية دي بقطعها على 2. كده يبقى عندي في الفرخة 16 قطعة. الفرخة بتكون 2 كيلو او 2 كيلو الا، علشان تقدري ان انتي تقطعيها قطع كتير. يبقى احنا قطعنا الصدر على 5 والورك على 3، عندنا صدرين يبقى 10 قطع، ووركين يبقوا 6 قطع، يبقى معايا 16 قطعة. ومعايا صدر تاني ربع تاني قطعته على 4 قطع لانه كان اصغر، فكده بقى عندي 20 قطعة من الفراخ. هنبتدي كده اللي احنا نقطعها، وبعد كده هنعمل فيها فتحات بالسكينة، سكينة كده رفيعة. هنبتدي ان احنا نعمل فتحات في كل القطع اللي معانا علشان تشرب التتبيلة. انا سبتها ساعة في التلاجة، تقدري طبعا تسيبيها من قبليها بيوم، ولو انتي عايزة ان انتي تشيليها في الفريزر بالتتبيلة ما فيهاش اي مشكلة، هتعمليها بنفس الطريقة وهتشيليها في الفريزر. طب نيجي لطريقة التسوية، سهلة جدا. انا معايا كده صينيه حطيت فيها، مغطيها كده بالورق الالومنيوم علشان يحافظ على الصينيه، يعني ممكن تستغني عنه مفيش اي مشكله. وابتديت ان انا حطيت كوبايه ميه، واي شبكه عندك هتبتدي ان انت تحطيها، وهنرص بقى قطع الفراخ. الفرن عندي شغال على درجه حراره 180 سخن جدا، مشغلاه من تحت بس. لو عندك مروحه شغلي المروحه، مشغلناش الشوايه خالص، كل الاعتماد على الشعلة اللي من تحت بس. نزلنا الشبكة عند آخر رف والفرن سخن، هنرص كده كل الفراخ وهندخلها في الفرن. عبال ما هتكون استوت هتكوني عملتي الرز وعملتي شوية السلطات بتاعتك، هتكون استوت. معايا بقى التتبيلة الحلوة دي، احنا حطينا كوباية مية في الصينية مش هنحتاج تاني. بننزل بقى بقية التتبيلة كده على الفراخ من فوق. بجد التتبيلة ريحتها باينة من قبل ما ندخلها الفرن، يعني الريحة باينة، شوية البهارات اللي احنا حطيناهم كده مخلينها ليها ريحة مميزة. طبعا تقدري ان انت تشوي فرخة كاملة، تقدري ان انت تفتحيها من الظهر وبتفرديها وتحطيها في نفس التتبيلة وهتسويها بنفس الطريقة.
خلاص. باقي التتبيلة دي انا هركنها على جنب. بعد شوية هطلعها الفراخ تكون استوت واخدت لون من فوق، هروح قلباها الناحية التانية وهحط برضو من التتبيلة. هتطلع معايا بالطريقة دي. الكاميرا التصوير ظالمها، طالعة لونها جميل جدا. بصوا بقى منظر الصينية متدمرة. طبعا كل اللي احنا هنعمله ورق الألمونيوم ده هناخده ونرميه. طالعة مستوية، بصوا زبدة كده يعني سايبة من بعضها. انا بحب قوي طريقة التسوية في الفرن، بتخليني انجز لو انا كمان عندي عزومة او حاجة، ان انا اقدر اعمل اكلات كتير. طبعا على البوتاجاز من فوق وفي شوية حاجات بحطهم في الفرن، فكده طبعا بنجز اسرع. عملنا بقى جنبها كده رز اصفر، وعملنا شوية سلطات، وبألف هنا وشفا على اللي يجربه. كده من فرخة وربع عملنا 20 قطعة من الفراخ. طبعا وصفة حلوة وتقدروا ان انتوا تجربوها، وبألف هنا وشفا على اللي يجربها. ولو اول مرة تشاهدوا القناة اضغطوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.